ليخرجوا منها ما يجعل الدنيا سوادا ويملأ القلوب كراهية ويغرس في العقول أقصى معاني التطرف والانغلاق. إن هذه الإساءة المتعمدة لفهم الدين وهذا الخطاب المتشدد الإقصائي لم يساهم فقط في توفير البيئة الخصبة لانتشار الإرهاب والعنف والتطرف، ولكن قام كذلك بتسميم مجمل نواحي الحياة بعيدا عن المبادئ التي أرستها الديانات المختلفة والتي تضمنتها الكتب السماوية. لذلك فإنني أكرر أن تصويب الفهم الديني وتجديد مجمل الخطاب الديني دون المساس بالثوابت هو قضية حياة أو موت لهذا الشعب وهذه الأمة. أن ننظر بجدية إلى أفكارنا وما نردده وما ننقله وننشره وما نربي عليه أبناءنا، أن نعلم الناس الدين الصحيح البسيط السهل الذي يراعي حياة الناس وظروفهم، أن نؤسس خطابا دينيا حديثا يبني مجتمعا متماسكا يسوده التسامح والعدل والرحمة، خطابا يربي أجيالا قوية واعية مخلصة لوطنها وشعبها، تعيد لمصر مجد ماضيها وتحافظ عليه إلى ما شاء الله. وأنني إذ أسمن غاليا وأشيد بدور الأزهر الشريف، مؤسستنا العملاقة التي نفتخر بها والتي كانت على مدار أكثر من 1000 عام وما زالت وستظل أهلا للافتخار والثقة، فإنني أؤكد أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع بأسره الذي يتعين عليه أن يقف وقفة صادقة مع ذاته يقرر فيها أنه قد آن الأوان للنظر إلى المستقبل وبنائه بدلا من التعلق بأهداب الماضي، يقرر فيها أنه قد آن أوان نبذ التطرف والإقصاء والانغلاق والتشدد والانفتاح على الدنيا بثقة وحب وتسامح ورحمة. وأنني لعلى ثقة مطلقة في قدرتنا جميعا المؤسسات الدينية ورجال الدين والفقه، المجتمع وقواه الحية وقوته الناعمة، المفكرين والمثقفين والعلماء والفنانين، في أن نقدم للعالم نورا يشع من مصر ونموذجا للخطاب الديني المتطور نحقق به الحسنيين إرضاء لله سبحانه وتعالى وتعمير الأرض وإسعاد البشر. وأنا اسمحوا لي برضو هتوقف وأقول يا ترى بعد كل اللي احنا شايفينه في الدنيا دي كلها، كل اللي احنا شايفينه في دول كتير قوي من العالم، مش محتاجين ان احنا نتوقف صحيح ونشوف احنا بنعمل ايه ونشوف احنا بنفكر ازاي وبنشوف احنا بنربي اولادنا ازاي؟ يا ترى انا الكلام ده قلته يمكن من 2 سنين او اكتر، قلت يا ترى احنا بنتصل بان احنا